واحد يقول لك ابحث بالنية. كيف صارت يا اخوان؟ من الموضوع احنا بنجيب دلائل. تو أنا أوقف. أنت قلت أفحص على النية. أنا نجيب لك بالقرآن يا صلاح خرفان، أنا نجيب لك بالقرآن. لو أن الإنسان طلب منه أن يقابل ملكا أو وزيرا أو زعيما أو عظيما من العظماء لتأهب على أحسن وأجمل ما يكون التأهب، ولكنه حينما يتقدم ليناجي الله رب العالمين وملك الملوك وصاحب الفضل عليه في الإنعام، ما بكم وما بكم من نعمة فمن الله، كان من الواجب أن يكون تأهبه أكبر. كان تأهبه أكبر لأن المسألة ترتبط بالنية. حتى أنهم قالوا الإنسان مرة سأل أحد الصالحين قال له: كيف أعرف أنني من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له: انظر إلى قلبك، فإن جاءك أحد يطرق عليك الباب ليأخذ منك صدقة، وجاءك أحد آخر ليعطيك هدية، فانظر بأيهما تفرح. فإن كان فرحك بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كان فرحك بمن تعطيه فأنت من أهل الآخرة. فالمسألة إنما هي مسألة وجدانية قلبية، ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى ما يحسه في وجدانه، آنئذ يعرف موقعه ويعرف مكانه من ربه وعلاقته به. هذا الذي يمكن أن يذكر. ولعل النية إنما هي أساس كل شيء. إنما الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمسألة إذن في النية إنما هي ابتداء كل عمل، حتى قالوا إن كل عمل، كل تصنيف، كل تأليف كان القدامى يدأبون على بدئه بهذا الحديث. كانه يقول لمن كتب: إياك أن تظن أن الله تعالى ينظر إلى ظاهر ما قدمت، انظر إلى باطن ما تنوي بعملك، فإن ذلك هو فيصل القبول أو الرفض. ولذلك قال أحدهم: وما من كاتب إلا ويبلى ويبقى الدهر ما خطت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. الإنسان مطالب بأن يكون مخلصا لله تعالى في العمل. وهذا الحديث بالذات، هذا حديث النية التي في الوضوء كما أنها في سائر الأعمال. النية في الوضوء موجودة وفي سائر الأعمال موجودة. هذا هو مفتتح ديننا وأساس، بل هو من الأحاديث القليلة التي ذكر العلماء بأنها مفاتيح الشريعة، إن الشريعة تقوم عليها. قالوا مثلا حديث النية هذا، وحديث اتق الشبهات، حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذا أيضا من الأحاديث المهمة. وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا أيضا حديث يعتبر من المفاتيح المهمة. وهذا العمل بالنية. قال أبو الحسن طاهر ابن مفوز المعافري كان يقول: عمدة الدين عندنا كلمات 4، يعني أحاديث 4 تنبني عليها الشريعة. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك. دع ما ليس يعنيك واعملن بنية. دع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا أيضا من الأحاديث المفاتيح الشريعة الإسلامية. هناك آخر قال غير هذا، قال: أصول الإسلام 3: إنما الأعمال بالنيات وهي القصد، أي النية هي القصد. قال: إنما
إنما أصول الإسلام، أصول الدين، أصول الإسلام ثلاثة: إنما الأعمال بالنيات وهي القصد، كذا الحلال بين، وكل ما ليس عليه أمرنا فرد. قال أصول الإسلام ثلاثة: إنما الأعمال بالنيات وهي القصد، ثم البيت الثاني: كذا الحلال بين، وكل ما ليس عليه أمرنا فرد. كل ما ليس عليه أمرنا فرد. هذه الأحاديث هي التي ذكروا أنها الأصول التي بنيت عليها الشريعة في كمالها وتمامها. من بدائع التشريع الإسلامي أننا نجد المناسبة بين الأحداث هذه التي تقع للإنسان والأسباب، أسباب طروء النواقض، نواقض الوضوء، لأن للوضوء نواقض تنقضه. هذه الأسباب والأحداث الموجودة هي السبب في مشروعية الطهارة. الشريعة حينما ألزمتنا بالوضوء ألزمتنا لوجود هذه العوارض. لو لم يكن الإنسان له هذا لما وجد له تشريع بالوضوء. والدليل على ذلك أن هذا الوضوء إنما يكون حينما يكون التشريع موجودا، إذ الأمة التي ليس لها تشريع لا تخاطب بالوضوء ولا بالطهارة ولا بالغسل ولا بما يشبه ذلك. ولذلك كانت المعنى في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى الأمر مرتبط بالتشريع، والتشريع جاءنا ليحقق لنا العلاقة بين العبادة وبين محسوس العمل والعادة. والناس إنما يكونون في عادتهم عادة، حتى عند الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بتشريع يغتسلون، أحيانا يغتسلون، بل ربما دخل أحدهم في الماء وبالغ في الغسل. ولكن الفارق بين الغسل عندنا والغسل عند من لا يؤمن بدين أن غسلنا ووضوءنا وطهارتنا مرتبطة بنية، أنها مرتبطة بنية، وكونها مرتبطة بنية مرتبطة بأجر ومرتبطة بمثوبة ومرتبطة بقرب إلى الله. أما ما عند غيرنا ممن لا يؤمن بدين ولا بكتاب ولا بتشريع فإنه يغسل، ولكنه يغسل ظاهرا ولا علاقة لظاهره بباطنه. وهذا أمر مهم أيضا. بعض العلماء حمل الغسل يوم الجمعة على الوجوب، وعلل ذلك بأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، هذه هي العلة. لكن قال بعضهم لا، قالوا إنما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نغتسل للجمعة وإن كنا على غسل، فكأنه يقول بأنه المسألة إنما هي مسألة غايتها الطهارة، إذ ربما مر الأسبوع على الإنسان وما اغتسل وما كان له سبب ولا داعي من جنابة أو احتلام لأن يغتسل. قالوا فلما يمر عليه الأسبوع هو يكون بحاجة، لأن الإنسان إذا مر عليه زمن تتغير حاله في وضعية الأعراض التي تخرج منه من عرق وما يشبه، من قاذورات تخرج من الإنسان تغير حال الرائحة فيه وربما أثرت على نفسيته. فقالوا شريعتنا حينما أوجدت لنا غسل الجمعة إنما كان للنظافة قبل أن يكون للعبادة، لكن ميزة شريعتنا أنها تعطينا ما للنظافة وتزيدنا عليه أجر العبادة. فكانني حينما أغتسل للجمعة أنا أطبق ما أمرني به رسولي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنا حينئذ آخذ أجري وأنظف بدني، فيكون لي من الحس ما أستفيد به، ويكون من المعنى أيضا ما أستفيد به في عاقبتي. ففيه فائدة عاجلة وفيه فائدة آجلة، والأمران معا مهمان ومرتبطان.